بتشوف شكل الواجهات دي كتير بس ما بتعرفش تعملها، أو الجهاز اللي معاك مش مساعدك على الريندر وبرامج ال 3D، يبقى الفيديو ده علشانك، لأن هعرفك إزاي نحول الواجهة للشكل ده وبأسهل الطرق وأفضل النتائج. فسلامي وتحياتي ليكم جميعاً، معاكم أخوكم أبو حمزة. استنوني بعد الإنترو. قبل ما نبدأ في درس النهاردة تعال أقولك على مفاجأة. بتشوف الفيديوهات دي كتير على النت ونفسك تعمل زيها؟ أو حاسس إن شغلك في المونتاج واقف في مكانه ومش بيتطور؟ بتدور كتير، تضيع وقت، تنزل حاجات من هنا وحاجات من هنا، وفي الآخر النتيجة ولا شكل برو ولا شغل يرضيك. علشان كده أنا جمعت لك أفضل وأكبر باكج ملحقات مونتاج وجرافيك، كل اللي المحترفين بيستخدموه في مكان واحد. أيقونات عادية، أيقونات مجسمة، أيقونات أنيميشن، صور مجسمة بيستخدمها المحترفين، انتقالات احترافية، تأثيرات احترافية، VFX سينمائي، خلفيات احترافية، خلفيات متحركة، شخصيات VIP، ساوند افكت مميز، وخطوط احترافية. باكج واحد يوفر عليك وقت ويخلي شغلك شكله برو ويرفع مستواك حتة تانية تماما، وكل ده بسعر مميز جدا، بسيط وعلى قد الإيد. ما تفكرش كتير، لو شغلك مهم بالنسبة لك ولو عايز تطلع فيديوهات تقيلة من أول مرة، تقدر تتواصل معايا من خلال الواتساب، الرقم موجود في وصف الفيديو، وخلي شغلك يتكلم عنك. نرجع للدرس بتاع النهاردة. بنروح نفتح برنامج الفوتوشوب ونجيب الواجهة اللي هتشتغل عليها. بنظبط الصورة الأول لو فيها أي مشاكل. بعدين هضيف شكل الأرضية، الكلادنج دي أنا اخترتها بالشكل المجسم ده، وبظبطها على الواجهة اللي عندي. بضغط على كنترول وأنا بشدها من الزاوية علشان تكون مرنة معايا. بعدين برسم الجزء اللي أسفل الواجهة علشان يديني بروز للواجهة. وبيسموه البطنية. وبخلي اللون بتاعه ذهبي بالشكل ده. بعدين بعمل برواز من فوق الواجهة وباخد نفس الستايل أخليه باللون الذهبي. بضغط كنترول زائد جي واخد نسخة تانية وأحطها تحت. وبظبط شكلها بالطريقة دي. بختار طبقة البطنية، بضغط كنترول زائد جي وأعمل منها نسخة، أخليها باللون الأسود وأقلل الشفافية شوية علشان أظهر الظل والنور وأدي الواجهة عمق. بعدين بعمل العواميد اللي من تحت بالكلادنج برضو بنفس الستايل. وهضيف في نص العمود شرائط ذهبي علشان تمشي مع شكل الواجهة من فوق.
باخد من الشرائط نسخة تانية وأضيفها على باقي العواميد. بعدين بعمل ليد بروفايل مضيء على العواميد، هيديني شكل جميل ومميز. هتطبق برضو نفس الكلام على باقي العواميد. نيجي بعدين لاسم المكان، أنا هسميه فاشن ستايل. بختار الفونت المناسب معايا، وبظبط حجمه على الواجهة. بخلي الكلام باللون الذهبي ومضيء بالشكل ده. بضيف الاسم العربي وهعمله بنفس الستايل.
بعدين بجيب الشعار وبظبطه الأول. وبعدين بحطه على الواجهة وبخليه باللون الذهبي، بس الإضاءة بتاعته هتكون من الخلف. بضيف سبوتات إضاءة من تحت. علشان تكون الواجهة بتاعتي مكتملة بجيب بعدين أي صورة محل فاشن وأضيفها على الأبواب علشان تديني منظور وبعد للمكان. كده الواجهة بتاعتك مش عايزة كلام تاني. بس استنى، لو انت عايز تدلع عميلك وتخليه راضي عندك، ركز معايا في اللي جاي. هتاخد صورة الواجهة بعد ما خلصتها، وتروح على موقع lmarina.ai وتضيف الصورة عليه. بعدين هتنسخ البرومت ده وتضيفه مع الصورة، ولو انت محتاج البرومت سيب لي تعليق أسفل الفيديو وأنا هبعته لك. شايفين الجمال يا جماعة؟ البرومت ده ببساطة بيحول الواجهة بطريقة احترافية وواقعية ممتازة وبضغطة زر واحدة. أتمنى في نهاية الدرس تكونوا استفدتوا. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.